بحب أشير للملف السوري تحديدا، يعني اللغط اللي صار بخصوص التسريب الأول اللي صار، وحتى يعني أثار الموضوع بلبلة حتى على المستوى الكردي. وهذا الشيء نابع من قصور في فهم المسارات الجديدة اللي دخلتها القضية الكردية. الأدوات القديمة اللي كان يتم استخدامها لتحليل الموقف قاصر عن الإحاطة بالتعقيدات الجديدة يعني المساحة الجديدة اللي فتحتها. يعني المساحة الجديدة اللي انفتحت أمام القضية الكردية فعلا هي خلينا نسميها أرض جديدة، سواء على المستوى الدخول للمستوى الدستوري في تركيا، أو على مستوى إسناد ملف الإدارة الذاتية، ملف روجافا، ملف شمال شرق سوريا مع الحكومة السورية. هلا هون الخلط جاي من مستويين. أول شيء المستوى السوري اللي هو يعني من أول ما تم توقيع اتفاق 10 آذار، آه، تم استقبال هي الاتفاقية على أنه تسليم، على أنه قسد استسلمت للدولة السورية، أو اقتنعت أنه الدولة السورية هي الأساس، وأنه ما عاد في حاجة للسلاح لمبدأ الدفاع الذاتي. ونحن بنعرف أنه روح هي الفكرة كلها، حتى فكرة الأمة الديمقراطية روحها هو الدفاع الذاتي. بدون دفاع ذاتي ما في فكرة، ما في مشروع. وبالتالي يعني هو عبث أنه يتم أصلا التفاوض على هذا الملف، على انه يكون كانه هو تخلي عن السلاح. هذا اولا. مستوى الخلط الثاني هو عند بعض الاطراف التركيه لساتها، خاصه بوزاره الخارجيه، اللي هن عم بيقدموا مقاربه على اساس ارتباط الملفين في شمال شرق سوريا وفي شمال كردستان. وبالتالي ما ينطبق على شمال كردستان ينطبق على قوات سوريا الديمقراطيه، وكأن الحكومه التركيه هي التي تحكم دمشق. فبالتالي الرؤيه التركيه اساسا لحل ملف قسد يضر تركيا نفسها مستقبلا، وفق رؤيه السلام اللي موجوده، اللي يفترض انه تتجه الى بناء تحالف اجتماعي شعبي كردي تركي يتم يعني موضعته دستوريا وتشريعه دستوريا. هذا الملف المقاربه التركيه في سوريا يضر بهذا التحالف من الاساس. هذا بالنسبه لهذول الملفين.